السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة وان شاء الله النهارده فيديو جميل جدا. ده تكملة إن شاء الله للفيديو اللي فات اللي هو بتاع ايه اكلات الاسبوع. انا امبارح عملت معاكم فيديو قوي جدا، لازم تشوفوا الجزء الاول، ودلوقتي تعالوا شوفوا بقى النهارده هنعمل ايه. عايزه اقول لكم النهارده جزء جميل جدا. اول حاجة هشارككم فيه المشتريات. انا جبت الحاجات دي، هقول لكم الاسعار دلوقتي. الشعرية ب52 53، والمكرونة نفس النظام، والورق اللورا كنت جايباه ب20. دريم ده اللي هو الكريم شانتيه ده كان عامل 21 ونص تقريبا. وجبت ده كان عامل 39 اللي هو البقدونس والكرفس من امتنان، هو من فتح الله يعني، كان معروض عند فتح الله. وجبت كرتونة البيض كمان اللي هو الأبيض، كانت عاملة 107. ماشي، فتعتبر حلو جدا سعرها. ده الدقيق اللي أنا بستعمله معاكم على طول، ب53 الكيلو. 53. وجبت شوية من اللي هما البيكنج باودر والخميرة، خميرة دريم، وبيكنج باودر برضو دريم اللي هو تقريبا الخميرة كانت عاملة 4 ونص، والبيكنج باودر كان عامل 4 برضو أو 3 4 إلا حاجة كده يعني. ودريم برضو الواحد الباكو كان عامل ده بالمانجا، كان عامل 13 ونص. والخميرة سوري الفانيليا كانت عاملة 53. وجبت كمان نص جبنة بيضة ناشفة، تبقى جميلة جدا بصراحة، اللي هي من عند فتح الله. دي كانت عاملة 83 تقريبا، أو نص كيلو زيادة، حاجة بسيطة يعني. المهم النهارده ان شاء الله تكمله للفيديو بتاع امبارح. خلصت خلاص كده معاكم المشتريات. فانا كل الفكره ان انا حبيت ان انا اوريكم ان انت لما تخططي للاسبوع بتاعك، دلوقتي احنا اخر الشهر واحنا ايه خططنا مع بعض، شفنا ايه المتوفر عندنا في فيديو امبارح، وشفنا ايه الحاجات اللي احنا ينفع نكملها، ونزلت جبت المشتريات على هذا الاساس. فاهم حاجه ان انت تخططي للاسبوع بتاعك وبورقه وقلم، وتكتبي ايه الحاجات اللي انت عايزاها. ده صدقيني بيسعفك جدا وبيسر عليكي الموضوع جدا، وبيبقى انتي عارفة هتعملي ايه. غير كده كمان بيوفر معاكي فلوس، لان انتي مش تنزلي تشتري حاجات اوريدي هي عندك. لا، احنا بنعمل جرد، بنشوف ايه اللي متبقي عندنا وهنعمل المنيو على اساسه. يعني انا عندي شويه مكرونات وشويه لسان عصفور زي ما انتوا شفتوا. فعملت امبارح معاكم البطاطس باللحمه المفرومه اللي هي بالعصاج، وكمان عملت معاكم المكرونه بالبشاميل، طلعت خطيره. فدول مثلا أكلتين ليومين، وكمان لسه هعمل معاكم النهاردة باقي الأكلات بإذن الله. إن شاء الله يعني. فالفكرة كلها انك انتي تبقي منظمة نفسك، كاتبة زي ما وريتكم كده، بتكتبي ورقة وقلم، وتيجي كاتبة بقى ايه، انا النهاردة هعمل الحاجة الفلانية، انا النهاردة هعمل كده. لو مثلا هتعملي لليوم الواحد، خططي دايما لأسبوعك على ورق. يعني اكتبي دايما ايه الحاجة اللي انتي هتعمليها خلال الأسبوع. انا هعمل مثلا 1 2 3، انا اللي متوفر عندي 1 2 3. ده والله بيوفر معاكي وقت، وبيوفر معاكي مجهود ذهني، ان انتي تقعدي تفكري وكل يوم بقى تزهقي من ان انتي هعمل ايه اكل فلا، انتي اعملي منيو بتاع اسبوع كده. حابه ان انتي تعملي كل يوم حاجه، تمام. حابه ان انتي تعملي زي ما انا عملت كده في الفيديوهين دول، عملت نص الاكل على يوم والنص التاني على اليوم التاني، ده برضو جميل جدا. فده يرجع للي انتي بتحبيه. لو انتي بتحبي ما عندكيش مشكله ان يعني ان تحطي الاكل في التلاجة وبعد كده تسحبي وتسخني، ما عندكيش مشكله في كده، هيبقى لطيف جدا على فكره الموضوع، وهيبقى مسعف قوي بالنسبه لك. بس لو انتوا بتحبوا الاكل اول باول، خلاص اوكي، ممكن برضو اكتبي ايه هي اكلات الاسبوع، وجيبي الحاجة وسيبيها، ما تعمليهاش، ما تطبخيهاش يعني. طلعي كل يوم الحاجة بتاعته وقومي اعمليها مثلا في اليوم. بس تبقي مرتبة دماغك ايه اللي انا هعمله، مش تبقي مش عارفة وهعمل ايه ويا ترى هيكفي مش هيكفي. لا، انتي اظبطي دنيتك واظبطي ميزانيتك كده من بداية الاسبوع، وخططي كل اسبوع باسبوع. ده بيبقى جميل جدا وبيأثر عليك الموضوع جدا. وبالنسبة لإيه تاني، بالنسبة برضو للبهارات نفس الحاجة. أنا بعمل كده، بشوف في الشهر مثلا الجديد أنا ناقص عندي إيه. لقيت إن عندي مثلا ورق اللورا ناقص، فرحت جبت منه. المشتريات دي زي ما قلت لكم كده، دي مش لآخر الشهر، دي في منها حاجات لأول الشهر. يعني في منها حاجات مشتريات لأول الشهر، وفي منها مشتريات برضو نكمل بيها الدنيا. فأنا عشان ببقى كاتبة، فأنا عارفة أنا عايزة إيه بالظبط وناقصني إيه. فدايما امشي بورقة وقلم. يعني لازم خلي الورقة والقلم كده ما يفرقوكيش، اكتبي كل حاجة، دوني كل حاجة. ده جميل جدا وبيرتب لك دماغك والله، وصدقيني بيشيل منك توتر كتير قوي وتفكير ملوش أي 30 لازمة يعني.
فبالنسبة للفيديو النهاردة إن شاء الله إن شاء الله أتمنى إن هو يكون يا رب كده جميل ويعجبكم. ما تنسوش اللايك حبايبي عشان القناة لسه صغننة قوي، ففضلا وليس أمرا لو انتوا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايكات لايكات لايكات، وتشتركوا عندي اللي مش مشتركين. وربنا يكرمكم يا رب كل حبايبي اللي بيكتبوا لي تعليقات حلوة. والله العظيم بحبكم في الله. شكرا جدا على كل التعليقات الجميلة اللي بتكتبوها لي. شكرا على كل التشجيع اللي بتقدموه لي، والله ربنا يبارك لي فيكم. فزي ما قلت لك كده حاولي ان انتي تقسمي الشغل على يومين، يعني هتعملي حاجة الأسبوع زي ما أنا عملت، ما ترهقيش نفسك بقى وتعملي شغل كتير، لأن انتي ما بتبقيش بتعملي أكل بس، لا انتي بتعملي اكل وبتعملي كمان مواعين وبتروقي مثلا لو حاجة بسيطة، حتى لو بتلمي ملاية السرير، فده مجهود برضو. يعني شوفي انتي طاقتك ايه واعملي الحاجة اللي على قد طاقتك. وبعدين في نقطة كمان، ما تفتحيش في كذا شغل مع بعض. يعني ايه؟ يعني مبقاش انا عاملة مكرونة بشاميل وبامية و انا اعمل اقطع الحاجة كلها واظبطها واعملها تجهيز مسبق، بس ما ابدأش فيها غير لما ابدأ حاجة حاجة. فاهمين النقطة دي؟ وتعالي دلوقتي بقى نبتدي بوصفة اللي هي أول وصفة بقى هنعملها للأسبوع من تحضيرات الأسبوع زي ما اتفقنا امبارح. هنبتدي بالبامية. البوتاجاز يعلق. أول حاجة بصوا حبايب قلبي، أول حاجة أنا عملتها إيه؟ إن أنا جبت البامية امبارح غسلتها، ده كيلو من البامية غسلتها وحطيت لها مناديل كده، بس علشان إيه؟ علشان ما يعني تمتص المية الزيادة. أوكي تمام. أدي البامية. وكمان عندي صلصة طبعا هنكمل فيها، وهاخد جزء من الطماطم دي عشان لسه هنعمل مسقعه. اوكي. اول حاجه هبتدي انزل بيها هي اللحمه اللي انا قلت لكم محضراها من قبل بوقت، اللي هي كانت عندنا، فهحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. دي بالبصل، لحمه بالبصل، وانا مشوحاها زي ما اتفقنا. وعملت ايه؟ عملت حطيت لها ميه تتسلق، وبعد كده ايه؟ هتبتدي ان هي بس اشوح معاها الباميه، لان هي تعتبر 3/4 سوا او نص سوا، نقول هتكمل تسويتها مع الباميه. تمام. ابتدي انزل بكميه الباميه كلها بقى بالمنزيل كده. اهو. وهبتدي ان انا اشوحها مع بعض كده واغطيها واسيبها شويه. تمام. هنا بقى بعد ما سبت الباميه عايزه اقول لكم تتشوح شويه، يا دوبك هحط لها الطماطم وبعد كده الثوم، ولو عندك شوربه اوكي، ما عندكيش شوربه ممكن تحطي ميه سخنه. تمام. بالنسبه للنقطه اللي قلت لكم عليها، نرجع تاني للموضوع بتاع ان ازاي ما افتحش في شغل وبعد كده اكمل اسيبه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هعمل باميه ومكرونه وهعمل كل الحاجات اللي احنا هنعملها دي، تمام. ما اجيش بقى اعمل مثلا نص الباميه ونص المكرونه واقطع البتنجان وابقى حايسه والمطبخ كله حواليا يعني الدنيا مبهوقه، وانا بقى قاعده كده مش عارفه راسي من رجليا. فهي دي كارثه. انت ابدأي بالحاجات اللي انت هتعمليها خلصيها شطبيها. يعني انا امبارح كنت مشطبه المكرونه بشاميل والبطاطس، خلاص لقيت ان انا طاقتي انتهت عند هنا، مع ان انا كنت ناويه ان انا اعمل حاجه تالته. لقيت نفسي خلاص مش قادرة، يبقى كده ايه؟ انا فتحتش على نفسي شغل جديد. فهمتوا النقطة دي؟ هو ده اللي انا اقصده لكم، بانك ما تفتحيش على نفسك شغل جديد. فهي دي الفكرة. وفي كمان حاجات تانية عايزة اقول لكم عليها، شوية نصايح يعني. انك ما تفضليش مستنية الحاجة اللي على البوتاجاز تخلص. يعني مثلا وانا بعمل البامية اسلق المكرونة، وانا بسلق المكرونة اكون مثلا بلم شوية المواعين ادخلهم في غسالة الاطباق، الحاجات اللي ينفع تدخل. لقيت مثلا المصفى اللي صفيت فيها المكرونة أغسلها في إيدي بسرعة، ده هيقلل عليا بعد كده ما ألاقي المواعين بعد ما أخلص وأنا أكون خلاص منتهية، ألاقي نفسي بقى إن أنا ورايا مواعين قد كده، كومة مواعين، فأبقى خلاص منهارة. فده مش حلو. فاعملي المواعين على مراحل، يعني جزء على في الغسالة، جزء على إيدك. فدايما حاولي انك انتي تلمي الدنيا حواليكي كده، ما تبقيش ايه يعني هايصه كده والدنيا هايصه معاكي، هتكرهي الطبخ وتكرهي ان انتي تحضري للاسبوع، وهيبقى بالنسبه لك حاجه مزعجه وتعب كتير. هو اي نعم متعب بالنسبه لانك انتي هتعملي حاجات كتيره في يومين،
بس لو انت تقدري على ده وهتتحملي التعب ده، بحيث ان هو هيخليكي مرتاحة الاسبوع كامل، يا دوبك بتطلعي تسخني، وده بالنسبة لك اوبشن عالي يعني ومبسوطة بكده، اوكي يلا دوسي. بس الفكرة كلها ان انت اعملي بالنصايح اللي بقولك عليها، عشان ايه ما تبقيش برضو يعني ده هيقللك شوية الوجع الألم اللي هتتألميه يعني، انك تلمي المواعين زي ما قلتلك الحاجات دي. فدايما اكتبي كده المهم. ولازم القائمة، بصي خليكي زي اختك كده ماشية بالورقة والقلم وكاتبة قائمة كل المهم والضروري. هنا انا سبت البامية تدي مع نفسها، وهبتدي ان انا اعمل بقى ايه البتاع ده، المسقعة. بصوا بقى، المسقعة انا هعمل ايه، هعمل واحدة قداحي وواحدة باللحمة المفرومة، تمام زي ما اتفقنا امبارح. هعمل الصلصة بتاعتهم مع بعض في نفس الطاسة. ليه؟ عشان اوفر مواعين، وغير كده اوفر مواعين، كده كده انا محتاجة، كده كده انا محتاجة ان انا اعمل صلصة للمسقعة. فانا هاخد الصلصه اعملها دلوقتي هنا، وبعد كده اقسمها بقى على المسقعه، احط مع دي عصاج ودي من غير عصاج، فيبقى انا كده ايه، عملت حاجتين بطريقه يعني اسهل، يعني بطريقه اسهل، فاهمين؟ فهي دي الفكره. فاكتبي دايما المهم، وخليكي ماسكه ورقه وقلم، وسيبي اللي يتاجل يتاجل لبكره عادي جدا، مفيش مشكله. آه، بس ما تسيبيش وراكي حاجة، يعني دايما حاولي تقفلي المطبخ كده على نظافة، وتكوني خلصتي وانتي كمان ايه حاسة ان انتي اللي انتي عملتيه. آه، ما تطلعيش بقى وانتي مكتئبة وتصحي الصبح تشوفي المنظر نفسك تتسد، فده هيضيع المجهود اللي انتي عملتيه. اي نعم هتريحي من ناحية، بس هتبقي متضايقة من الناحية التانية. وفي حاجة كمان، دايما حاولي استغلي بواقي الأكل بذكاء. يعني ايه؟ يعني لو في حاجة انتي عارفة انها مش تتاكل وعيالك مش هياكلوها مثلا، حاولي حمري جنبها شوية بطاطس هتتاكل، اعملي جنبها شوية بانيه هتتاكل. فحاولي يعني مثلا الحاجة اللي هما ملوخية ورز مثلا وهما زهقوا منها، اعملي جنبها شوية بانيه شوية بطاطس محمرة هتتاكل. لو لقيتي عندك في التلاجة مثلا شوية رز بالشعرية وخلاص يعني نشف او كده، هتعملي ايه، هتجيبي شوية عدس بجبة تسلقيهم وشوية مكرونة وتعملي شوية صلصة محترمين وشوية بصل، واديكي عملتي احلى وجبة جديدة كشري، وهيبقوا مبسوطين جدا بيها. فحاولي تستثمري يعني الحاجات الموجودة عندك اصلا، تعيدي تدويرها، يعني تعملي اكلة جديدة من حاجات اصلا موجودة عندك. وكمان لو مفرزة طبعا العدس بجبة زي ما انا بعمل، يبقى لطيف جدا. يا دوبك هتسحبي العلبة، يبقى فيها اللي هو اللي اسمه ايه العدس بجبة، وتعملي الوصفة بسهولة جدا. فدايما حددي الحاجات اللي انت هتعمليها، واعملي على قد طاقتك، ما تخليش يعني ايه مجهودك خلاص يبقى صفر وتبقي كارهة الحاجة اللي انت بتعمليها، تمام؟ وكمان دايما وانتي ايدك في المواعين زي ما قلت لك كده، وايدك في الحاجه بتلملمي عشان ما تبقاش الدنيا هايصه حواليكي، ولمي وارمي في الباسكت مثلا على طول اول باول. يعني مثلا قشرتي البصل على الباسكت على طول في كيس، وارمي واقفلي، على اساس ما تلاقيش قشر البصل هنا وقشر البطاطس هنا وقشر البتنجان هنا، هتبقي يعني مستنزفه. اخر ما تخلصي هتكوني خلاص خلصانه فعلا، مش تبقي قادره لده كله. فحاولي تلملمي وانتي شغاله. فبس فدايما زي ما بقولك كده، حاولي انك انت تخلي لكل حاجة مكانها. يعني الحاجات اللي انت بتستعمليها في المطبخ دايما لما تغسليها وكده اعرفي مكانها، وسيبيلها ثبتيلها مكان يبقى ده بتاعها. ده كمان بيقللك دوشة جدا، وبيقللك يعني مجهود. فوالله بحاول اديكوا شوية نصايح من اللي انا بعملها، يعني على اساس ان شاء الله تستفيدوا منها يا رب. ودايما حضري مكونات الحاجة قبل ما تدخلي المطبخ، يعني تبقي عارفة مثلا هعمل كده وكده وكده وكده، انا محضرة البصل متقطع، الفلفل جاهز عارفاه فين. مش انا ابتدي الاكلة وبعد كده لا ده انا ما عنديش كده، لا ده انا ما عنديش كده، فاهماني؟ فاكتبي دايما حضري مكوناتك، واعملي كمية لو ينفع، يعني تحبي تعملي كمية كتيرة، يعني على اساس تبقى على مرتين، ده هيسعفك يومين، فلطيف جدا. واخر حاجة، اهم حاجة ان انتي تسيبي المطبخ جاهز لليوم اللي بعده. بعد ما تخلصي، ده اهم حاجة عشان تصحي كده بنفسية حلوة تاني يوم، وتعرفي تنجزي وتعملي الحاجة وانتي مبسوطة ان شاء الله يعني. ويبقى اليوم فعلا انت استثمرتيه صح، انك مثلا خلصتي الحاجات دي النهاردة، بكرة هنعمل حاجة جديدة، مثلا عايزة اخرج، عايزة اعمل مش لازم تنظيف بقى، يعني ممكن تستثمريه في حاجة تانية، تعملي تروحي تروقي على نفسك مثلا، تروحي كوافير او حاجة براحتك يعني. فكده يعني، فدايما ايه حاولوا تستثمروا وقتكم وتستثمروا صحتكم، وما تعملوش الحاجات اللي هي تبقى تقيلة على قلبكم.
بصوا بقى هنا حبايبي عملت ايه. هنا ده بتنجان مشوي في الفرن، كتير مرات عملته معاكم. يا دوبك بنحطه بنفرده على صينيه في الفرن، بقطعه مكعبات بالشكل ده او شرايح كده، وبحطه في صينيه في الفرن مفروده وبدهنه بزيت، بيطلع زي الفل زي ما انتم شايفين والله مشوي تمام. فهبتدي ان انا جبت طاجن هنا عشان هعمل فيه اللي هو المسقعه اللي باللحمه المفرومه تمام. والمسقعه التانية اللي هي الارداخي هنعملها بالخل والثوم زي ما قلت لكم. ايه الفرق بقى؟ ان احنا بس يا دوبك هنجيب شويه العصاج اللي انا حطاهم دول وهحطهم هنا بس كده، هحطهم هنا. بصوا مش كتير ابدا، بس اللي هو هيدي نكهه تحفه و هيبقى خطير بالشكل ده اهو. ده كده على جنب. والصلصه زي ما احنا شفنا عملتها، انا سايباها تتسبك شويه وهجيبها دلوقتي نحطها مع بعض. هنا بقى خلاص انا حطيت هنا هحط في طاجن الصغنطط ده، لان ده يا دوبك انا ايه، انا اللي هاكله او معايا بنتي الكبيره وبس. الصغيره ما بتحبش المسقعه عامه اللي بالخل يعني، اللي هي اللي من غير لحمه يعني تمام. فدي كده اهو. وهجيب بقى دلوقتي الصلصه واحطهم في الفرن على طول. بصوا شكلها تحفه. وادي جبت الصلصه اهو. بصوا هنحط بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اوكي بسم الله. هشيل الفلفل بس اكتره هنا عشان هما ما بيحبوش الفلفل وانا اللي بحبه، مش هحط فلفل ايه كتير. عايزه اقول لك لما بتشوي البتنجان والله ما بتفرق ابدا عن اللي هي المسقعه اللي بالمحمر. يعني بدل ما نحمر البتنجان بنشويه في الفرن بيطلع زي العسل. زي ما قلت لكم انا بزود شويه ميه مع الزيت، ده بيخليها يبقى جوسي خالص وطري كده ومش نشفان، لا ما بيبقاش ناشف. شويه صلصه هنا وشويه صلصه هنا. خلاص كده هدخلهم الاتنين بقى على الفرن، ولما يخرجوا من الفرن ان شاء الله اشوفهم بقى. ادي كده تاني حاجه عملنا الباميه وسايباها تتسبك والمسقعه. هنا بقى نفس الطاسه اللي هي كانت فيها صلصه المسقعه. تعالوا بقى هقول لكم هنعمل فيها ايه. اسهل طاجن لسان عصفور وتحفه طعمه ان شاء الله وخطير هيعجبكم جدا. حطيت معلقه زيت وبعد كده هنزل عليها بالعصاج اللي انا اصلا عاملاه، مش كتير يا دوبك يعني معلقتين يعني حبه صغيرين قوي من العصاج تمام. شغل بس عليها. طيب انا دلوقتي نزلت بالعصاج وهو جاهز يعني يعتبر. كل اللي هعمله ان انا هنزل بشويه الطماطم اللي انا متبقيه سبتها علشان طاجن لسان العصفور، واكيد هكمل بصلصه تمام. بسم الله. دي مش كتير ابدا الطماطم، حبه صغيرين. ننزل بقى كوبايه كنت اقول لكم كوبايه من الصلصه، معلقه كبيره كده بس من الصلصه ونص تمام. هنزل بقى بشويه ميه سخنه علشان تتسبك. اوبس عشان تتسبك الصلصه اهو. هزود ميه كده كده عشان التسويه بتاعت لسان العصفور ماشي. ودلوقتي هنزل بايه بقى؟ بهارات فلفل اسود، الملح يعتبر اللي هو بتاع الطبخه كلها مش هحط كتير، والبهارات بقى اي بهارات تفضلوها براحتكم في الحته دي يعني. انا استكفي بدول ملح وفلفل وبهارات فراخ. عايزين تحطوا 7 بهارات براحتكم برضو حسب يا دوبك تغلي تمام. تعالوا بقى نشوف انا هحط لسان العصفور في ايه. تعالوا. طيب انا هنا محضره الطاجن ده علشان احط فيه لسان العصفور. بصوا بقى اللسان العصفور اللي انا عندي انا محمصاه من قبل كده بالشكل ده وبرده من غير زيت، وسايباه برده هنا زي الفل ما بيجرالوش اي حاجه زي ما انتم شايفين. هعبي منه بقى اشوف كميه اللي انا هعمله. هعمل مثلا كوبايتين من لسان العصفور، هو كلهم كوبايتين وشويه فتمام جدا.
هما دول بقى بصوا هحطهم بالشكل ده، وهنزل عليهم بقى بالصلصه بعد ما تغلي غلوه واحده بس يا دوب. تمام. وهدخلهم الفرن على طول. ادي الصلصه اهي خلاص ما خدتش حاجه. بسم الله. هنزل بيها كلها كده 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 كده. عايزه اقول لكم هيطلع حاجه وهم تحفه بس كده. وهدخلها الفرن بالشكل ده. هو هيستوي وتمام جدا. هغطيه بس، هجيب الغطا بتاعه وهغطيه بالشكل ده. هدخله الفرن. وده كده حبايبي باقي منيو الاسبوع. ولسه كمان في الكشري طبعا، بس الكشري هنعمله طازه في يومها علشان يبقى جميل كده وفريش معانا. بس باقي الحاجات زي ما قلت لكم كده. الباميه اهي بصوا زي العسل. هنغرفها دلوقتي، هغرف لكم واوريكم. الباميه عايزه اقول لكم طالعه ما شاء الله اللهم بارك، خطيره. بصوا الجمال تحفه. دي طبعا علبه التلاجة اللي انا هحفظ فيها. انا قلت اشارككم بقى بالمره. تقدري تشيلي نصها لو انت حسب استهلاكك، يعني تشيلي نصها مثلا هتستهلكي خلال الاسبوع، ونص تاني تحطيه في علبه في الفريزر في وقت زنقه تكوني انت محتاجه، مثلا ان انت تعبانه او مش تعبانه حتى بس مالكيش مزاج، تقومي تطلعي الباميه جاهزه، تفلفلي شويه رز وزي الفل كده يبقى الاكل جاهز. وبقول يعني هيبقى ان شاء الله كانك لسه عاملاه حالا. وميزه الباميه كمان من الحاجات اللي كل ما قعدت كل ما حلوت اكتر. مين بقى معايا كده في الكلام ده؟ انا بصراحه الباميه بحب اكلها قوي بالليمون، اعصر عليها ليمون واعملها وابيتها كمان بتبقى خطيره. الف هنا وشفا اللي هيجربها. عايزه اقول لكم بقى ادمان. والباميه الحقوها اليومين دول عشان خلاص كده بتشطب تقريبا او قربت تروح. فانا نفسي بكلم نفسي يعني معاكم عشان انا ما شلتش منها ولا حاجه ولا كيلو حتى. فعايزه نشيل ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله على بدايه الشهر كده، نفرز مع بعض شويه طماطم وشويه بصل يعني افكار هتساعدنا ان شاء الله ان احنا نمشي دنيتنا. انا طبعا مش حامله العلبه كده، بس انا عشان التصوير فمليتها كده بالشكل ده. وهنا دي المسقعه، استنى اوريكم. دي المسقعه اللي هي الارداحي، اوكي، اللي هي بالخل والثوم. بصوا الجمال اللهم بارك، خطيره يا جماعه، تتاكل اكل. بألف هنا وشفا على اللي هيجربها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا بقى. مش محتاجه غير شويه عيش كده حلو طازه، وبألف هنا وشفا. دي بقى المسقعه اللي باللحمه المفرومه اهي. بسم الله. بصوا بقى الجمال بقى تحفه. بس هي مش باينه، عايزه احطها في طبق او حاجه عشان ابينها لكم اهو. تحفه 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 ما شاء الله، خطيره. هي المسقعه اصلا يعني لوحدها اكله خطيره. محدش متهيألي يختلف على المسقعه، من الحاجات الجميله جدا. ده شكلها كده. الف هنا وشفا حبايبي. تمام. اوبس ثانيه كده. دي خلاص. تعالوا بقى نشوف مع بعض لسان العصفور. تعالوا اوريكم شكله. بسم الله. ادي كده الموضوع مش مكلف ابدا، ومش محتاجين حاجات كتيره. عملنا شويه حاجات بسيطه، وبنفس الصلصه عملنا منها نوعين مسقعه، والدنيا لطيفه جدا ومشيت زي الفل. هجيب معلقه نظيفه بس، ومعلقه المسقعه مش فارقه يعني، نظيفه هي مش حاجه. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. بصي فلفل ازاي وخطير خطير. الف هنا وشفا كده. هي الصلصه بس واللحمه طلعت على الوش، فاحنا هنقلب كده بالمنظر ده. بصي اكله خطيره. شويه سلطه بس جنبها ومش محتاجه اي حاجه منك. حطيناها في الفرن بقى، تجديد كنوع من التجديد بدل المكرونه والرز وكده فاهو. وكمان لو حطيتي بقى بسله وجزر مثلا هتبقى اكله متكامله، مش هتحتاجي تعملي جنبها اي حاجه. ماشي. فدي من الحاجات الجميله جدا اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده مستوي ومفلفل وزي الفل. الف الف هنا وشفا يا رب على اللي هيجربها. واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، يا رب تستفيدوا منه. وما تنسوش اختكم في اللايك علشان القناه تكبر ان شاء الله بيكم وليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على الف خير.